نجم محمد عادل امام كان في حفله جوي اووردز في السعوديه وكان بيتكرم، وفي وسط التكريم قال انا عايز اقول حاجه مهمه جدا بس بره نطاق الحفله، اللي هي احنا بنحب فلسطين وبنعشق فلسطين وبندعم فلسطين والله يكون في عونهم واحنا عمرنا ما هننساهم. الناس كلها اتقلبت عليه والناس طالعه بتتريق عليه عشان هو يعني بيمثل او بيشتغل او بيشوف اكل عيشه، ده المفروض اكل عيشه. الكومنتات بقى تخش تشوف انت عملت ايه لفلسطين، طب ما انت شغال عادي، طب هو انت اللي بتكتب مش شغال قاعد في بيتكم نايم عشان فلسطين؟ كلنا عايزين نساعد فلسطين، كلنا بنحب فلسطين، بس في حاجات في ايدك تقدر تعملها وحاجات تانية مش في ايدك تقدر تعملها. كل اللي في ايدك تقدر تعمله انك تدعي لهم، انك تدعمهم بفلوس، انك انت تروح تحول لهم عن طريق تبرعات فوري او غيره. الفكرة ان يا جماعة الناس اللي بتعمل كومنتات وبتنتقد الناس دي، انت ما تعرفش ان الناس دي بتعمل ايه اصلا، انت ما تعرفش هي بتساعد ولا ما بتساعدش، انت ما تعرفش هي بتدعي لهم ولا ما بتدعي لهمش. كل واحد في شخصيته او في حياته عامة هو بيعمل حاجات، انت ما تخشش تحشر نفسك وتقول انت ما بتعملش وانت ما بتقولش وانت ما بتساعدش، انت دلوقتي جاي تمثل، انت راجل ممثل وبتعمل فيو ليك والكلام ده كله. لا، الكلام ده غلط تماما. طب ما انت قاعد بتتفرج عليه على التي في، يعني انت قاعد بتعمل ايه؟ يعني ما انت قاعد بتتفرج، ايه بقى اللي انت عملته عشان فلسطين؟ الناس كتير قوي عايزه تعمل حاجات عشان فلسطين والناس كلها عماله تتكلم احنا لازم نعمل ولازم نعمل ولازم نعمل، انت في ايدك حاجه تعملها وما عملتهاش؟ ده راجل ممثل، يعني ده شغله. انت بقى موافق على التمثيل او التمثيل حلال او التمثيل حرام او قصه زي دي ما نخشش فيها، هو ده بالنسبه له شغله اكل عيشه. اتكرم في حفله وراح في وسط الحفله طلع بره الحفله وبيقول حاجه زي كده، فدي حاجه تتحسب له والله مش هو تتحسب عليه. احسن من ناس كتير قوي ما عملتش اي حاجة ولا اتكلمت ولا فتحت بقها ولا كومنتات ولا بوستات ولا اي حاجة خالص.